السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل لكم الرز البسمتي بالخضار والفراخ. وجبة جميلة وسهلة جدا ومغذية، وفي نفس الوقت ما هياش مش هتعملي كذا أكلة وكذا صنف، لا هو صنف واحد فيه كل حاجة انت عاوزاها. خليكم معانا يا حبايبي، هنقول لكم على المكونات بتاعتنا ايه. هنا يا حبايبي جبنا حلة وحطينا فيها مادة دهنية على النار وإيدنا الشعلة طبعا عليها. معانا هنا شرايح فراخ او مكعبات براحتك خالص، بالطريقه اللي انت عاوزاها، مكعبات او شرايح يعني بصي بالطريقه اللي انت حباها. معانا هنا خضار بسله وجزر زي ما احنا شايفين كده، حابه تحطي بطاطس ماشي، حابه تحطي مكعبات كوسه ماشي، مفيش مشكله، بس انا المتاح عندي حاليا بسله وجزر. بصلايه كبيره مفرومه هنحطها برضو معاكم خطوه بخطوه زي ما احنا متفقين، زي ما انا دايما معوداكم يا حبايبي. ودي البهارات بتاعتنا المشكله، اول ما نبدا نحطها هعرفكم معانا ايه بالظبط. يلا بينا نبدا، نقول بسم الله توكلنا على الله. اول حاجه هننزلها الفراخ بتاعتنا لان انا مطلعاها من الفريزر، محتاجه تتشوح شويه. بعد كده نحط البصلايه المبشوره بتاعتنا اللي احنا قايلين عليها، ونكمل تقليب زي ما وجبه جميله وسهله جدا، وزي ما قلنا مش هنحتاج بقى لا غلبه ولا نقف في المطبخ بالساعات ولا اي حاجه. هنا يا حبايبي هننزل بالخضار بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوح الخضار بتاعنا مع الفراخ ومع البصل. الخطوه اللي جايه ايه؟ معانا البهارات بتاعتنا، ده مكعب مرقه، ده اختياري، لو مش حباه حطي ملح مفيش مشكله، احنا كده كده معانا فراخ في الوصفه، فممكن نستغنى عن مكعب المرقه ونحط ملح بس براحتك خالص. تمام. ده طبعا كركم. لزوم بقى الرز البسمتي اي بهارات عندك مشكله حطيها، لان انت كده تعتبري بتبهري الخضار وبتبهري الفراخ وكمان بتبهري الرز البسمتي، يعني بتعملي البهارات دي كلها هتبهر لك الثلاث المكونات اللي موجودين في الاكل او في الوصفه بتاعتنا النهارده. معلش يا حبايبي نقول تاني، مكعب مرقه، ادي كركم، كاري، شويه قرفه، لو حابه تحطي قرفه عدان مفيش مشكله، مش عايزه قرفه ناعمه عايزه قرفه عدان عشان تشيليها تاني بعد ما تخلصي براحتك خالص. قرفه، بشره جوز الطيب، بهارات مشكله، شويه فلفل، ومعانا كام ورقه لورا اهو. تمام زي ما احنا شايفين كده حبايبي، هننزل بيهم كله على المكونات بتاعتنا اللي احنا حاطينها في الحله. بصوا يا حبايبي، ده الرز البسمتي معايا اهو زي ما احنا شايفينه، هنغسله ونحطه في المصفى زي الرز التاني براحتنا خالص بنفس الطريقه بتاعت الرز التاني اللي هو المصري بتاعنا. بصوا يا حبايبي انا بعاير بالمج ده اهو زي ما احنا شايفين كده، هتعايري الرز بتاعك البسمتي بنفس المج ده. ليه بقى هنعاير؟ عشان نبدا نشوف كميه الرز البسمتي قد ايه. بصوا بقى، عشان يطلع معانا رز البسمتي مظبوط، كمية الرز البسمتي بتاعتنا لو عايرناها طلعت مثلا كوبايتين كبار من دول، هنحط عليهم 4 كوبايات مية، يعني الضعف. يعني الرز البسمتي بتاعنا لو كوبايتين رز بسمتي عليهم 4 كوبايات مية. كده حطينا مقدار المية بتاعتنا بتاعت الرز البسمتي زي ما احنا شايفين كده حبايبي. ندوق الحدق بتاعنا، لو احنا مكتفيين بمكعب المرقه والدنيا مظبوطه معانا خلاص، مش مكتفيين او لسه مثلا حاسه ان هو عادي بنحتاج ملح، يا اما تحطي شويه ملح يا اما تحطي كمان مكعب مرقه زي ما تحبي. انا كده حاسه ان انا محتاجه كمان مكعب مرقه، الكميه بسم الله ما شاء الله تعتبر كبيره، هحط كمان مكعب مرقه. ونقلب المكونات بتاعتنا، اول ما يغلي هنقوم عاملين ايه؟ هنقوم ساقطين الرز عليه.
تمام. اول ما الشوربه بتاعتنا دي تغلي وتنزل بقى الصوص بتاع الفراخ والخضار والحاجات اللي احنا حاطين عليها والبهارات الجميله اللي احنا حاطين عليها، اول ما تغلي غلوتين هنقوم منزلين الرز عليها على طول. خليكم معانا يا حبايبي لاخر الفيديو. كده يا حبايبي رجعنا لكم. بصوا الشوربه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله بدات تغلي اهيت. هنبدا نسمي الله ونحط الرز البسمتي بتاعنا. ونقلبه. الريحه جميله يا حبايبي بسم الله ما شاء الله اهو. تمام تمام كده. وهنغطي على الحله بتاعتنا، واول ما يتشرب هرجع تاني وهوريها لكم باذن الله. وبعد كده وراه التقديم بقى على طول. خليكم معانا يا حبايبي لاخر الفيديو. بصوا يا حبايبي كده الرز بتاعنا اهوت زي ما انتم شايفين اهو، زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي بدا يغلي معانا اهوت ويتشرب ان شاء الله باذن الله. بقى هنوطي عليه خالص لحد ما يستوي. وان شاء الله باذن الله يا حبايبي فيديوهاتنا تعجبكم، ونرجع لكم تاني ساعه التقديم بقى باذن الله. متنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناه ان شاء الله باذن الله عشان دايما يوصل لكم مننا كل جديد. ونشوفكم دايما في فيديوهات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.